مين أبو نواس؟ طيب هنتعرض إن شاء الله لشخصية أبو نواس علشان النهارده بنشرح بحر المقتضب، وجبنا أبيات للتطبيق لأبي نواس، ولكن يهمنا كنبذة مختصرة عن الشاعر. أبو نواس شخصية مشهورة طبعا، ولكنه هو الحسن بن هانئ ابن عبد الأول ابن الصباح الحكمي المزحجي، ده اسمه. ولد في الأحواز سنة 145 هجرية 762 ميلادية، القرن الثاني الهجري والثامن الميلادي. توفى أبوه وهو في سن صغيرة، كان عنده حوالي 6 سنين. والدته شغلته عند عطار. العطار ده كان يعني مولع بالعلم، وأبو نواس كان بيحب العلم، فابتدى يساعده إن هو يبقى يتعلم ويبقى كويس يعني. والد أبو نواس كان دمشقي، وأمه كانت فارسية. نشأ في البصرة، ثم انتقل إلى بغداد واتصل بالبرامكة وآل الربيع ومدحهم، واتصل بالرشيد والأمين. مين الرشيد؟ اللي هو هارون الرشيد، والأمين هو ابن محمد الأمين. طيب، قبل ما نخوض في أبو نواس، ليه أو اسم أبو نواس جه منين؟ ليه اتسمى بأبو نواس؟ البعض قال لسببين. البعض قال إما لوجود ذوأبة لخصلة شعر في رأسه لما بيجري بتتدلى، واضح إن كان وسيم أبو نواس يعني في وسط رأسه تتأرجح وتتدلى عند الجري، في خصلة شعر طويلة بتتدلى. قال لك إن إما لوجود ذوأبة اللي هي خصلة الشعر ديت، أو تيمنا بالملك الحميري القديم، كان اسمه ذو النواس أو ذو نواس، فسمى على اسمه، أو إما للخصلة وإما نسبة إلى الملك دوت يعني. يعتبر من كبار شعراء العصر العباسي، ومجدد الشعر. اشتهر بشعر الخمريات والغزل والمجون، كان نديما للخليفة الأمين. ثار على الشعر التقليدي اللي هو طبعا الوقوف على الأطلال، واستخدم الألفاظ الحضرية، وكان يعرف بشعر الثورة التجديدية، يعني هو صار على الألفاظ القديمة وابتدى يستخدم ألفاظ حضرية جديدة، فكان شعر المدرسة التجديدية. تعلم على أيدي أشهر علماء البصرة آنذاك، يعقوب الحضرمي اللي هو طبعا حفظه القرآن، وأبو زيد ابن ثابت النحوي درس له النحو وعلمه النحو، وشيوخ كتير علموه الحديث النبوي. يعني واضح ان تأسيسه طبعا ما شاء الله ثقافة دينية، طبعا حفظ القرآن وبتاع. كان يحضر مجالس الرواية والأدب للأصمعي وأبي عبيدة. درس الفلسفة وأصول الجدل التي شاعت في عصره، وكان فقيها غارقا بالأحكام والفتية، من أقدر الشعراء على التعبير عن حياته بوجهيها القبيح والخبيث، أو الحسن والقبيح، وجهيها الحسن والقبيح. جمعت شخصية أبو نواس العلم الجاد والظرف والفكاهة، يعني شخصيته كانت بتجمع الجد والفكاهة والظرافة عنده في يروى أن أستاذه خلف الأحمر طلب منه أن يرسيه وهو حي، فقال له ازاي بتاع حسن نقاش كبير، رفض ابو نواس. المهم ضغط عليه استاذه، قال له لازم ترسيني. فالمهم تحت الضغوط ديت والالحاح رساه. لم يعجب استاذه اللي هو خلف الاحمر ده، ما عجبوش الرساله، قال له ده فاتر وخالي من العاطفه. ابو نواس الحضرتك عليه كان لميط شويه هو، فقال له واين الدافع الحقيقي؟ مت واكتب لك افضل منها. فقال له موت يعني واكتب لك افضل منها. وفعلا بعد وفاته بيقال ان كتب قصيده الرساء فيه، كانت قويه جدا، يعني من الحاجات اللي هي من اللي اذكره لابو نواس برضو ان كان عنده صديق يعني له، فلقى طقطقه في السقف، فبيقول لصديقه ايه دوت؟ فقال له ان السقف يسبح بحمد الله. فرد عليه ابو نواس قال له والله اني لاخشى ان يسجد لله علي.
هينزل. يسجد بالله عليه. كان ابو نواس يعني شخصيه فكاهيه مرحه. طبعا توفى سنه 199 هجريه 813 ميلاديه. قيل انه توفى في السجن، لأن طبعا كان شخصية يعني زي ما احنا عرفنا عنها، وكان وقيل انه توفى بالسم، لأنه طبعا كان صليط اللسان. فاتقال في موته وفاته روايتين، رواية إما في السجن أو دسوا له السم لأنه كان معظمهم كده صليط اللسان. دفن في مقبرة في الشوينيزية في الجانب الغربي من بغداد، عند تل يسمى تل اليهود. روي أنه تاب في آخر أيامه وقال شعرا يدمي القلب، خاصة بعد أن أصابه المرض، وظن المؤرخون أنه سرطان الكبد. وجدوا في الفراش الذي مات فيه هذه الأبيات ديت وجدوها في الفراش بعد ما مات أبو نواس. له الأبيات ديت بيقول يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير مجرم، وفي رواية تانية فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمه، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك أني مسلم. دي الأبيات اللي لقوها في الفراش بعد ما مات أبو نواس. هنقطع له النهارده إن شاء الله الأبيات بتاعت حامل الهوى تعب يستخف الطرب، إن بكى يحق له ليس ما به لعب، تضحكين لاهية والمحب ينتحب، تعجبين من سقمي صحتي هي العجب، كلما انقضى سبب منك عاد لي سبب. اللي هنقطعها ان شاء الله، وارجو ان احنا نكون وفينا يعني جزء من حياه ابو نواس. ربنا يبارك لك عليا.